اسمعوا معايا كده الفيديو ده. النادي الاهلي يبقى في الكونفدراليه. خلينا بس نبقى مقتنعين. ما هي حصلت قبل كده. ما هي حصلت ماشي، حصل كان ظروف. انت كان عندك مشاكل. ماله يعني؟ ما هو انت عندك مشاكل ماشي. ما الزمالك عنده مشاكل وعنده متعود. لكن انت عندك استقرار. لكن انت عندك استقرار. لكن انا النهارده لو يعني اتكتب ان النادي الاهلي حصل في ظروف المرحله الاخيره من بطوله الدوري وهيلعب كونفدراليه، مش هحط له مكافآت وحوافز ان انا لو خدت البطوله هاخد كذا واعمل كذا. ده معناه ان دي اسامي بطوله مهمه هتاخدها ولا هيشتغل فيها؟ الاهلي اصلا ولا يستحق الدوري ولا الكونفدراليه ولا اي شيء. انا بكلمك، انا بقول لك اهو ليه الاهلي اصلا ما يستحقش ياخد الكونفدراليه. ليه يا عم؟ سيراميكا اللي يخش الكونفدراليه لا يا عم، ما يستحقش. انا معاك. اولا كده انا من رايي الكابتن محمود ابو الدهب ان قصه الكونفدراليه بالنسبه للنادي الاهلي انا كمشجع اهلاوي انا لسه مش مستوعبها لحد دلوقتي. فالكابتن مهيب عبد الهادي بيقول للكابتن محمود ابو الدهب وايه المشكله؟ ما هو نادي الزمالك بيلعب في الكونفدراليه وبيشارك فيها. فالموضوع مش كده يا كابتن مهيب، الموضوع كله ان نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك متعوده على المشاركه واللعب في البطوله الكونفدراليه. اما انا كراجل اهلاوي او كمشجع اهلاوي فمتعود على ان النادي الاهلي دايما بيلعب في البطوله الام والبطوله الاعظم وهي دوري ابطال افريقيا. فعلشان كده بقول لحضرتك ان انا كمشجع اهلاوي انا وجماهير الاهلي مش مستوعبين ان احنا نشوف ونتفرج على النادي الاهلي بيلعب في الكونفدراليه، فيجي واحد زي دويدار يقول لك ان الاهلي لا يستحق الدوري ولا يستحق انه يشارك اصلا في الكونفدراليه. فهنا يا كابتن دويدار انا بسالك، هو انت بتعمل شو بتعمل فرقعه علشان يقولوا دويدار قال؟ ما هو انت لو اسمك اتربط بالنادي الاهلي ان دويدار قال على النادي الاهلي كذا هيحصل سيرش عليك. فيا كابتن دويدار حط في دماغك ان انت بتتكلم على النادي الاهلي، انت عارف يعني ايه اصلا النادي الاهلي اللي انت بتتكلم عنه؟ دويدار لعب في نادي الزمالك 3 مواسم حقق فيهم دوري و2 كاس مصر، فاجمالي عدد السنين اللي لعبها في الدوري المصري احمد دويدار هم 17 سنه حقق فيهم ال3 بطولات اللي حققهم مع الزمالك بس. معلش والله انا اسف، انا مش بشخصن الموضوع، ولكن لاني بحس لما بتتكلم عن النادي الاهلي او بتجيب سيره نادي الاهلي بحس ان انت ما بتتكلمش بسلكان، بتتكلم بكره في كيان النادي الاهلي. في عز انك انت لو سالت حد اهلاوي او اي حد من كباتن النادي الاهلي عن نادي الزمالك هتلاقيه بيتكلم عن النادي الزمالك بكل ادب واحترام، في عز ان نادي الزمالك بيكون مخفق وبيكون حالته سيئه، وبيقول لك ان النادي الاهلي ما يستحقش ياخد الدوري ولا يستحق يروح الكونفدراليه، اللي يستحق انه يروح الكونفدراليه هي سيراميكا. هو الكابتن دويدار ما يعرفش ان سيراميكا اصلا كده كده راح الكونفدراليه؟ وده لان الثلاثه الاوائل هو الزمالك 53 نقطه وبيراميدز 51 نقطه والاهلي 50 نقطه، ويليهم على طول وراهم سيراميكا ب 44 نقطه. في سيراميكا لحد دلوقتي هي رابع الدوري، فهي كده كده ان شاء الله راح الكونفدراليه. فبعد اذنك يا كابتن دويدار وانت بتتكلم عن النادي الاهلي لازم تقف احتراما لهذا الكيان العظيم.